هي حاجة أي نعم بسيطة، لكن لازم نبرط عليها. لما تيجي تركب مسمار الإيديال أو أي مسمار، لف عليه تeflon وراه وقدامه، هنا كده وراه هنا وقدامه، تكبسه على التeflon، تكبسه على التeflon جامد. ليه؟ لأن هنا كده، هنا من جوه هتلاقي فيه خشانة، هنا كده في خشانة، شايف؟ وفي بربشة وفي عالي وواطي، فالجوان لوحده مش هيجيب معاك. فالأمان ليك أنت بدل ما تلاقي مسمارك بينقط بعد ما تعبي السيفون مية وترجع تقرط ويجيب معاك مية، تقرط ويجيب معاك مية. طبعا ده من بره. هتجمع المسمار بتاعك كده، تمام، بالتeflon كده، واخد بال حضرتك ازاي؟ بالتeflon وتربط جامد كده، خلاص هيمنع معاك بالتeflon. طبعا انت بتعمل ايه؟ الزلق بتاعك من بره، تمام. صامولة الزلق من بره زي ما انت شايف كده، صامولة الزلق معروفه طبعا بالجون بتاعها من بره الاول، من بره هنا حلو زي ما انت عارف طبعا. لكن لابد التeflon يا جماعه من جوه، لازم تعمل تeflon، تقفل كويس كده، تحرق على التeflon كويس بتاعك، تحرق عليه كويس، تمام، وتخليه من جوه كويس مخدم من جوه، وتربط من بره هنا صامولتك ووردتك من هنا، عشان يبقى قطعت فرط ما ترجعلوش تاني، عشان ما ترجعش المسمار ده تاني وتقول لا ملوش لازمه التeflon، انا احط سيليكون. غلط السيليكون. هحط سيليكون مش عارف عظم. غلط السيليكون العظم. هو التeflon يا جماعه، التeflon اثبت حاجه معاك. لفه كويس طبعا، طبعا لسه هنظبط الكلام ده، تمام، هنظبط السويش ده بيعدل معايا زي كده بالظبط، ومن جوه واربط جامد واعصر جامد، خلاص قفل معاك. تنسى موضوع المسمار، تنسى موضوع المسمار. هنا الجوان ده اصل كده، حتى لو الصاموله جابت ميه بتجيب ميه جوه الجوان، جوه الجوان بتاعك ما فيش مشكله بالنسبه لك عادي. لكن برضو انت لازم تربط كويس، يعني مش معنى كلام انك انت تعمل فيها، مفيش حاجه اسمها تعمل فيها، تمام. حاجه تانية، تجيب اللنجيه بتاعك طبعا ده وتربط من جوه، تمسك الكوع من الناحيه التانية وتربط جامد بالالانكيه جامد. هنا ما ينفعش مبرد، ماشي ما ينفعش بس مبرد، لا هنا الانكيه تربط جامد جدا وتجمعها جامد، عشان دي ممكن تسيل ميه هنا كده منين، من تحت من جوه القعده، وتنقط ميه، تقوم بتنقط ميه منين، تفرد فوق القعده كلها تاني، او تمد ايدك وتربط تاني. فانت وانت مالك الموضوع ظبط كوعك من الناحيه التانيه واربط جامد بالالانكيه بكل قوتك.